السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اولا كده صلوا بينا على النبي. ثانيا لو اول مرة تشرفيني وتدخلي قناتي اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزة اقول لكم ان الاسعار نزلت يا جماعة، نزلت جدا، ويا رب يكرمنا كده وتفضل الاسعار زي ما هي. الفراخ القمر اللي انتوا شايفينها دي الفرخة مش محصلة 100 جنيه، يعني ما وصلتش ال100، لان العشر فرخات عملوا 950. تمام. زي ما انتوا شايفينها كده، جوزي جابها لي امبارح بالليل. انا بسجل لكم حاليا يوم الاثنين. انا جوزي جابها يوم الحد بالليل الساعة 10:30. جابها من المزرعة نفسها، من المزرعة اللي بتطلع الفراخ. جاب العشرة ب950. تمام كده. زي ما انتوا شايفين الاوزان كانت اللهم صل على سيدنا محمد 2 كيلو و2 الا اقل حاجة 2 الا ربع. طبعا انا كنت حطاهم، طلعتهم. وطبعا عبال بقى ما ظبطت الدنيا كده عشان نضفهم دبحت 5 5. زي ما انتوا شايفين ادي اول 5. بسم الله ما شاء الله الفراخ قد ايه. هبدأ ان انا انضفهم، مش هجيب معاكم التنظيف عشان اللي بيقرف كده. انا هنا بعد ما نضفت ومشيتهم كده على الولعة زي ما احنا بنقول عندنا، بنشعوطهم علشان اي ريش صغير او اي حاجة من الصغيرة جدا دي تروح بالولعة او بالنار يعني. تمام. وما تقلقوش باللون دوت، بيطلع مع الغسيل سبونشة من اللي هي بتاعه الاطباق، بس تكون نظيفة مخصصاها لكده. بغسل بيها الفراخ تحت مية جارية، واللون دوت بيطلع خالص. يعني ما تقلقوش من شعوطة الفراخ او الطيور عامة، لان بطلعها يعني. عايزة اقول لكم انا تعبت جدا في اليوم ده، فاتمنى لايك حلو قوي يعني كده يعني، عشان خاطر انا تعبت جدا والله بالله. انا كنت يعني نايمة امبارح الساعة 3:30. تمام. فانا قلت لازم اصور لكم عشان تعرفوا ان الاسعار نزلت وتعرفوا الاماكن اللي تجيبوا منها. تمام. هنا انا فتحت وخلصت، جبت طبق بقى، الطبق الكبير اللي هو سلستين الكبير، عشان هنقعهم لتاني يوم، لان مش هقدر ان انا اعبيهم. وغير كده انا عايزه انقعهم في ليمون وملح وخل عشان الزفاره. تمام كده. بعد ما خلصت انا فتحت وظبطت الدنيا وغسلت كذا مره ونقعت في الميه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو ملاحظين وش الميه فيه في زي ما انتم بتقول عليه اللي هو الفراخ مليانه دهنه يعني وكده، فعامله على وش الميه. الفراخ ما شاء الله كانت كبيره ودسمه قوي، فالله اكبر عليها يا رب. بالهنا والشفا للي ياكل. زي ما انتم شايفين كده، دي الحوايج بتاعه الفراخ، دي الكبده. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا كان طول عمري وانا بنت ماما كانت تفضل تقول لي ست البيت الشاطره اللي تطلع كبده الفرخه العتائي سليمه. وعايزه اقول لك يا ماما من قلب الحدث، انا الحمد لله وبلا فخر طلعت النهارده كبده الفراخ سليمه. يعني انا كده اصنف من ست البيت الشاطره، صح؟ لايف بقى حلو بمناسبه ان انا طلعت الكبده سليمه ما اتهرتش معايا. تمام. الكبده انا بسم الله ما شاء الله طلع كميه الفراخ، طلعوا لي كميه حوايج الله اكبر رهيبه. فانا صنفتهم ايه، كل حاجه لوحدها. يعني البيض الاصفر ده لوحده، الكبده والقلب لوحده، القوانص والحته اللي هي القرقوشه اللي في راس الفرخه من فوق دي لوحدها. وقولوا لي في التعليقات بتقولوا عليها ايه عندكم، او بتسموها ايه الحته اللي هي القرقوشه اللي بتبقى في زي عرف الديك كده، اللي بتبقى عرف الفرخه، ولا مش عارفه انتوا بتقولوا عندها ايه. عندكم ايه؟ قولوا لي برضو في التعليقات بتقولوها ايه. والعنقود البيض لوحده، اللي هو العنقود البيض اللي بيبقى فيه البيض دوت. تمام. يعني عملت لي 4 اكياس من الحوايج. هنا كنت تاني يوم بقى، يعني انا قمت بدري زي ما قلت لكم. انا حاطه في الميه ليمون وملح وخل، ودوبتهم كويس. اهم حاجه بس ملح كتير عشان يشيل اي ريحه زفاره. طلعتهم غسلتهم، اديتهم غسله كده تحت الحنفيه، وخليتهم يصفوا كويس، وحطيتهم على صينيه كده علشان اعبيهم. تمام. وهنا انا كانت قابلتني يعني مشكله كده، بس يعني الحمد لله اتصرفت ان انا جبت الكياس اللي هي الخزين الكبيره. فما شاء الله الفراخ كبيره مش داخله في الكياس، فحاولت ان انا ادخلها غصب عنها
وقلت يعني مش مشكله حتى الأكياس لو ما اتقفلتش كويس، احطهم كلهم في كيسه كبيره في الفريزر. تمام. زي ما انتم شايفين الحوايج عملوا لي 4 اكياس، الكبده والقلب لوحده وعنقود البيض لوحده والقوانص وعرف الفرخه لوحده، والبيض لوحده. عايزه اقول لكم انا بحب البيض ده جدا، وبالذات لو اتعمل في ساعتها وهو طازه كده بيبقى تحفه. بس انا طبعا انا بقول لكم الساعه 3:30 بالليل فما عملتش، مستحيل يعني هعمل. فقلت هخليها بقى ايه، هظبطها على اكلات مختلفه كده، وهظبط معاكم. بسم الله ما شاء الله، الفراخ حجمها جميل يا بنات بالنسبة للسعر. يعني انا لحد دلوقتي مش مصدقة نفسي. حتى قلت له لو المزرعة لسه بتطلع فراخ تاني هات لنا كمان 10، عشان بالنسبة لسعرها دوت يعني رهيب. السعر دوت رهيب، اكيد يا هترفع تاني يا هتنزل، فالواحد مش ضامن. فبحب استغل الحاجات اللي زي كده لما بيكون في اسعار حلوة في حاجة زي كده، بحب اجيب كتير ان انا اسيبها في البيت، بتبقى خير موجود في البيت، مش بخسر حاجة. على الأقل لو غليت أو في حاجة بتبقى خيرك موجود في البيت وتظبطي الدنيا. زي ما انتوا شايفين حطيت كل فرخة لوحدها. أنا ما دبحتش ال10 فرخات كاملين، أنا ما بحبش أخبي عليكم حاجة. ما دبحتش ال10، أنا دبحت 9، سبت واحدة. كان فيهم واحدة ريشها صغير من اللي هو عامل السل زي ما بنقول كده، فاللي ريشها بيبقى صغير خالص بتاخد سوا كتير كتير قوي. يعني انا دايما بحب الفراخ تكون ريشها كبير. فسبتها ان انا عندي طيور، انتوا عارفين ان انا مربيه طيور، فهسيبها ان هي تطلع ريش من اول وجديد وتربي عنقود من اول وجديد وتبيض. انا كنت جربت التجربه دي كذا مره، وان شاء الله هبقى اصورها لكم في فيديو واقول لكم عنها، يا ممكن تستفيد. هي بتاكليها كويس شهرين بالظبط، او على حسب برضو الاكل اللي بتاكليها كويس، اكل مظبوط بقى ومهتميه بيها. على شهر ونص بتربي عنقود من اول وجديد، وبتطلع ريش من اول وجديد وتبيض. يعني ما شاء الله انتاجها في البيض حلو قوي. فانا زي ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو على القناه مفصل بالموضوع دوت علشان تستفادوا منه. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لو مش مشتركه في القناه تشرفيني باشتراكك، وما تنسيش اللايك عشان انا تعبت جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.